هلا وهلا، واليوم راح نسوي وياكم الكبة المصلاوية. والدتي تسويها بطريقة جدا سهلة وبسيطة. عندنا هنا العجينة عبارة عن كوبين جريش، كوب برغل، ماي وملح. عجناهم إلى أن ارتاحت، بعد ذلك ثرمناها بست البيت حتى تصير العجينة وياكم بهالشكل، وأيضا نتركها ترتاح. حمصنا اللحم المثروم مع البصل والملح والبهارات، وضفنا له شويه ليه، وراح تكون لكم البهارات اللي ضفتها بصندوق الوصف. هسه ضفنا الحشوه اللي هي الكشمش، وهذا الصنوبر معروف اللوز الناعم مدري شي يسموه، وحمسناه مع اللحم والبصل والبهارات والملح. وهاي بعد ما شكلنا الكبة وصارت بهذا الشكل. وهاي كبابنا بعد ما سلقناها بمي وملح واستوت بهذا الشكل. وسيكم ألف عافية.